بسم الله الرحمن الرحيم. معاكي قناة سوزي كيتشين. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية سمك. صينية سمك مكونة من الحاجات دي. أنا عايزة كيلو سمك فيليه. أنا مستخدمة سمك بولتي فيليه. قبل كده عملنا مع بعض القشر البياض، بس البولتي برضو حلو. وده الخضار اللي أنا عايزاه. عايزة بصل، فلفل ألوان وفلفل حامي براحتك، وطماطم قطع، وعايزة جزر مبشور، وكرفس. طبعا الكرفس بحطه في الفريزر وقت ما احتاجه اخده. معلقة توم مطحون، معلقة فلفل احمر وبرده حسب رغبتك. التوابل بقى عايزة كمون وشطة وبودرة توم، وعايزة كزبرة ناعمة وملح وشوية فلفل اسود، وطبعا ليمون 3 ليمونات معصورين، وشوية زيت زيتون حلوين. في بولة بقى بحط كل الخضار على بعضه. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها رهيب. بجد جربي الطريقة دي هتعجبك قوي. وانزل على الخضار بكل التوابل، وانزل عليهم بزيت الزيتون والليمون، وقلب كويس الخلطة دي كده كلها مع بعضها. خلاص انا كده مش محتاجة اي حاجة في الوصفة، كده قلبتها كويس قوي. اجيب بقى الصينية بتاعتي او الطاجن بتاعي اللي هدخله الفرن. خلاص، واحط التوابل سوري الخلطة نصها تحت في الصينية من تحت. شايفة ألوانها حلوة ازاي؟ وأرصص بقى السمك كله. يعني أنا اضطريت أحط شوية سمك فوق بعضه عشان كان كتير على الصينية، وأكمل بقية الخلطة، لأن هي دي التتبيلة. أنا ما تبلتش السمك، دي تتبيلة السمك وبتبقى مظبوطة جدا. بكمل بقية السمك وبحط بقية الخلطة. بس خلاص كده اوزع الخلطه كويس قوي، واتاكد ان كل السمك عليه خلطه عشان هيشرب طبعا الخلطه اللي تحت واللي فوق. احط بقى رشه زيت بسيطه قوي كده، برضو زيت زيتون. تقدري تستخدمي زيت عادي. اهي كده الصينيه جاهزه. اغطيها بورق فويل وادخلها الفرن على درجه حراره عاليه، على الرف اللي في النص. واعمل بقى رز الصياديه. احط 3 معالق زيت، وانزل عليها ببصله متقطعه صغير او مبشوره حسب رغبتك. انا بحب اعمل البصله متقطعه صغير قوي. واقلب لحد الزيت، لحد البصل ما يبدا يدبل شويه، وبعدين اقلب هيبدا يحمر. اهو انا عايزه اللون ده، مش عايزه اغمق عشان ما يمررش، وعشان كمان لون الرز يبقى حلو. اكون غاسله كوبايتين رز كويس قوي ومصفياهم، واقلبهم كويس جدا عشان يشرب من البصل والزيت. في ناس بتحط المية الأول، أنا بعمل كده، دي طريقتي. وبحط معاه ملح وكمون بس، بحطش غير ملح وكمون. أنا بحبش التوابل الكتير في الأكل، بتغير طعم الأكل. وبقلب كويس قوي كده، بحيث إن أنا يعني أغلف الرز من بره بالزيت طبعا. وبعدين كوبايتين مية سخنين، وبقلب بس. وبغطي بقى الرز واسيبه شوية هيغلي. اغطيه، اقلب تقليبه كده بسيطه خالص عشان الرز ما يكسرش. وخلاص كده الرز اتشرب. ابدا بقى اوطي النار خالص واسيبه. مش هياخد مثلا 10 دقايق بعد ما اوطي النار، بس خلاص رزي استوى ومفلفل وبيلمع. وزي ما انت شايفه كده رزي جميل جدا، وهتشوفيه في الاخر وانا بقدمهولك روعه. كده بقى انا حاطه الصينيه في الفرن. اشوف الصينيه بتاعتي. الحمد لله الصينيه استوت اهي. بصي بقى شكل السمك خطير، بجد شكله حلو قوي ومستوي، يعني دايب. وطبعا ده سمك فليه، فطبعا فوق شوك، فتقدري تمسكي الحتة تاكليها على طول. رائعة بالخلطة دي، طعمه خطير يا جماعة. بجد جربي التتبيلة دي، طعم حلو قوي. الكرفس بيدي ريحة حلوة قوي. التوم مع البصل خطير خطير بجد يعني. يا رب بقى تعجبك وصفتي. ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اديكي شايفة شكل السمك اهو. اخد بقى قطعتين كده 3 اغرفهم في طبق فيه رز. تقدري تقدميه مع سلطة طحينة، سلطة خضراء، براحتك. قدمته، وده شكل الطبق والرز بتاعي اللي عملته معاكي. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.